ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم غدا سهل وسريع وبسيط وبشفشق الخلاط وبكوبايتين من الدقيق وحبه من الميه. هنعمل احلى غدا. الناس مننا في ناس كتير تعرف دي ايه وفي ناس ما تعرفش وفي ناس عارفاها بس ما بتعرفش تعملها في البيت. والنهارده هقولك ازاي تعملي المصبوبه في البيت بطريقه سهله وبسيطه. معايا كوبايه ونص من الميه، ضفت عليهم نص كوبايه من الحليب، باكو من الفانيليا، رشه من الملح، معلقه صغيره من السكر، كوبايتين من الدقيق منخول. زي ما انتوا شايفين المقادير كلها بكوباية واحدة بس، يعني نفس الكوباية للمقادير كلها. فهفضي كله على بعضه كده في شفشق الخلاط وابتدي ان انا اضرب. هنلاقي الخليط بتاعنا تقيل. طيب احنا هنزود كمان كوباية من المية، يبقى كوبايتين الدقيق بياخدوا 3 كوبايات من المية او مية وحليب زي ما انا عاملة كده زي ما انتوا شايفين. تمام؟ شايفين القوام بتنضرب كده؟ حسيت وانا بضربها كده ان القوام خفيف شويه. ضفت معلقه كبيره مليانه من الدقيق، معلقه واحده بس، يعني هستخدم كوبايتين ومعلقه من الدقيق عليهم 3 كوبايات من الميه والحليب او ميه بس. تمام؟ ضربتهم كويس كده مع بعض لمده 5 7 دقايق، وبعدين طبعا ضرب متقطع، وبعدين بشيلها كده. شايفين القوام بتاعنا عامل ازاي؟ مش خفيف ميه يعني، تمام، ومش تقيل. تعالوا شوفوا بيعلم في المعلقة، هو ده المظبوط. تمام؟ المقادير دي مظبوطة جدا. بركنها نص ساعة وبعد النص ساعة بديها ضربة في الخلاط او بالمعلقة بقلبها. معايا الجريلا بتاعت الكريب زي ما انتم شايفين كده، ببتدي ان انا اشتغل فيها. اول مرة بديها مسحة بمنديل من الزيت، وببتدي اصب العجين بتاعي، ولازم الجريلا بتاعتك تكون سخنة كويس جدا. تمام؟ معايا طبق كده زي ما انتم شايفين فيه معلقه كبيره من السمنه البلدي والفرشه، حطاهم على جنب عشان هقول لكم هعمل فيهم ايه. طريقه سهله وبسيطه، مش هتاخد منك وقت ولا مجهود، وغير مكلفه تماما. شايفين الدخان اللي بيطلع ده؟ معناها ان هي بتستوي. طيب هعرف منين ان هي استوت؟ عشان هقلبها على الجنب التاني. شايفين لو انتم ملاحظين الحروف بتاعتي ابتدت ان هي تقب كده وتفصل عن الطاسه او الجريل. تقدر تعملي في طاسه كبيره او صينيه تكون غير لاصقه. تمام؟ بس المهم ان انت تلحقي توزعي العجينه، عشان طبعا الطاسه بتكون سخنه، بتنزلي بالعجينه بيمسك في الطاسه. بقلبها على الجنب التاني كده، بعد ما بتفك على طول بقلب على الجنب التاني، وبجيب الفرشه فيها حبه من السمنه وابتدي ان انا ادهنها كويس جدا. طيب هي لسه ما اخدتش لون، مش فيش مشكله. لما تاخد لون من الجنب التاني هقلبها هتاخد لون من الجنب ده. واول ما بتاخد لون من الجنبين كده زي ما انتم شايفين النقط دي، بتبقى خلاص استوت معايا، بطلع على صينيه جنب مني. وهكذا ابتدي افضي تاني في الطاسه، والطاسه بتاعتي بتكون سخنه زي ما انتم شايفين. شايفين ما بتاخدش وقت خالص، اقل من نص ساعه الغدا بتاعك هيكون جاهز، مع طبق جبنه قديمه وجبنه بيضه وحبه من العسل. خطيره بجد، طعمها خطير. غدا سهل بسيط سريع غير مكلف. بجد الولاد بيحبوها جدا، وبعملها في الاوقات اللي انا مزنوقه او عايزه اكل سريع، او يعني اخر الشهر، او مش عايزه اكلف على غدا. بعملها والولاد بيحبوها جدا. جربوا الطريقه دي هتعجبهم جدا جدا. اهو زي ما انتم شايفين. الناس اللي بتسأل طب هي عامله زي الكريب؟ لا يا جماعه، هي اخف من الكريب. الكريب فيه بيض ولبق تقيل، لا دي اخف من الكريب. وهتلاقي الرقاقه بتاعت المصبوبه بتاعتك خفيفه مش تقيله، وتاكلي منها كميه لا طعمها حلو وما بتقفش على القلب. شايفين لونها بقى عامل ازاي؟ متاخدش مننا وقت ولا مجهود. بديها كمان مسحه كده عشان تبقى بتلمع. معلقه السمنه دي بتودي طعمها في حته تانية خالص. شوفوا بتتقلب معايا بمنتهى السهوله، بتقولش لا. يلا بينا نطلع كده على الصينيه. وادي واحده كمان، بصوا الجمال. اهو اهو. ايه رايكم بقى؟ في اسهل من كده؟ مفيش اسهل من كده. اهو. دي كل الكميه بناعي. كوبايتين من الدقيق بيعملوا معايا 10 رقاقات. كوبايتين الدقيق بيعملوا معايا 10 رقاقات. تقدري تضاعفي الكميه لو انتوا عدد اكبر، مفيش اي مشكله. بصوا جمالها، بصوا قد ايه هي خفيفه، بصوا لونها عامل ازاي. بصوا بصوا، مش تقيلة ولا حاجة. بصوا قد ايه طراوتها، طرية قوي قوي وحلوة قوي. شايفين؟ واخدة لون حلو. جيب بقى طبق كده نفضي فيه شوية عسل. اوبا، شايفين العسل؟ حلوة قوي. وندوق بقى ونقول بسم الله. بصوا الجمال، والله يا جماعة مهما اقول لكم طعمها حلوة قد ايه مش هتصدقوا.
طعمها حلو وخفيفة جدا. هي طعمها قريب من الفطير بس خفيفة بقى، يعني عارفين، خفيفة، ما مش تقيلة كده، مفيهاش سمنة وزيت، لا والله طعمها خفيف. لازم تجربوها. والناس اللي سألتني كتير على الطريقة لما نزلت الصورة، ادي الطريقة كاملة اهي. اتمنى ان الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش لايك وشير وكومنت حلو زيكم. وممكن تاخديها وتعمليها باللحمة المفرومة صينية، مفيش اي مشكلة، زي كانيلوني كده بالظبط. ماشي، جربوها، اشوفكم في فيديو جديد، باي باي.